أنا الفار بيلعب في عبي. مالك؟ معرفش، بس قلبي متوغوش كده يا أختي. ليه بس؟ من الصبح عيني الشمال بترف وقلبي مقبوض. هو جوزك فين؟ بالظبط، هو ده اللي مخوفني، حاسة إن في حاجة مش مظبوطة. يا خبر، بفلوس؟ لما يجي يبقى ببلاش يا حبيبتي. يا محمود انت جيت يا حبيبي. الحاسة السادسة دي عند حواء من زمان، بس هي فعلا بجد ولا لأ؟ والراجل عنده برضه حاسة سادسة على فكرة، ولا ملوش فيها؟ اللي معايا في الموضوع ده يعمل لايك بقى. واللي عارف إن الستات أقوى فيها يشترك ويفعل الجرس. اللاشيء. الست تبقى قاعدة في أمان الله كده، ومرة واحدة تنط من مكانها وتقول ابني، وتجري على البلكونة تدور على ابنها، تلاقيه واقع قدام الجون متعور أو العيال مسكين فيه. تسأل عرفت ازاي أو مين قال لها؟ لو عرفت بقى عرفني بالله عليك. جوزها يبقى نازل الشغل في أمان الله زي كل يوم، بس النهاردة تقرر تقول له مش مطمنة لك، انت متأكد انك رايح الشغل؟ شكت ازاي وايه اللي خلاها تسأل السؤال ده؟ برضه مفيش سبب. الراجل لما مراته ترجع من بره يقول لها انت متأكدة انك كنتي مع مامتك في النادي زي ما قلتي؟ او يقول مش عارف ليه مش مصدق انك كنتي بتكلمي اخوكي، وريني التليفون كده. طب وده كده شك ده ولا حاسة سادسة؟ ده بالنسبة للإحساس، اما الأكشن اللي بعد الإحساس ده موضوع تاني خالص. 1-0 للستات. الأكشن. الراجل في الغالب ما عندوش صبر وبيتنرفز، وأول ما تقفل له أبواب الشك بيهدى ويعتذر ويبقى في نص هدومه منها، وبقدرة قادر تتقلب الأدوار وتبقى هي المتضايقة ومتنرفزة، ويقعد هو يحسس ويعتذر ويتأسف. بس تعالوا بقى للست، بتبدأ تخطط وتفكر وتكلم مجلس قيادة الثورة النسائية، ويقعدوا يفكروا ازاي يكشفوا الخاين الكذاب ايوه، وتعمل فيها ضابط مباحث بقى، تشوف تليفونه وهو نايم، تمسك صباعه تفتح بيه البصمه، تحط التليفون قدام وشه تفتحه، تقلب في هدومه وتشم فيها، تنزل تفتش العربيه، ومش بعيد تسجل الكيلومترات وعداد البنزين وتحط له ريكوردر في العربيه عشان تعرف راح الشغل بس ولا طلع الساحل ولا بيحور عليها، وتشوف تليفونه عليه رقم بتاع ورد او محل هدايا، تاخد الرقم وتفكر ازاي هتستجوب الراجل ده كمان. ما هو اكيد هيخبي على جوزي، ما هو رجاله زي بعض، كأنه ابن خال جوزها مثلا ولا شركاء في المحل. ترجع الصبح بعد ما ينزل الشغل تكلم اصحابها عشان تديهم المستجدات، وواحده فيهم تتبرع تنزل تمشي ورا جوز صاحبتها الغلبانه المخدوع، وتلاقيه راح لمحل الورد ومحل الهدايا وظبط الهديه كلها مع بعضها وحطها جنبه في العربيه. تقوم متصله بالشله كلها في كول جماعي وتفتح لهم فيديو وتقول لهم خلاص قفشناه، وتمشي وراه لغايه ما توصل عند بيته. ايوه بيته، واخد الهديه لمراته. الرجاله غلابه. 1-1. الإحساس نعمة. والله الرجاله مش بيركزوا قوي في كل التفاصيل، مغيبين كده، ده حتى من ايام ابتدائي. هو يا عيني تقعد تلمح كده وكده، ولا هو والهوا مركز في موضوع معين والسلام. وده مش معناه انه مش بتلقطوا الذبذبات يعني لا سمح الله، لكن جيناتكم كده، طبعكم كده. عارف زي مثلا تقول لها انا خارج يا حبيبتي مش عاوزه حاجه، تقول لك ايه ده انت نازل؟ لا هفتح باب الشقه واتشعلق فيه شويه وهنزل السلم واطلع تاني. تقوم انت اوتوماتيك تاخد الحاسه السادسه انها متضايقه انك خارج ونكد ونكديه، وتقعد تبرر صاحبك عنده مشكله وانك رايح تحل معاه المشكله. رجليه اتكسرت اول امبارح وجبسها، ويا ولداه كل اللي تقصده يا فرج الله هتفرج على الفيلم في هدوء من غير طلبات ولا تريقه. وممكن عاوزاك تجيب في ايدك حاجه بس وانت راجع. اهدى يا عم. على صعيد اخر في العالم البامبي بامبي بامبي، انتوا بس يا ستات عندكم حاسه سادسه عاليه، مع اني لا ست ولا حتى مثلت دورها قبل كده، ومع ذلك تعاملاتي معاكم كفيله اني اقول هذا التصريح الجلد ده. كتير منكم لو مش كلكم يعني عندكم قوه خارقه على القرايه بين السطور، ولا مثلا معرفش منين حست اني كنت مظبط خروجه وتقولك بكل خبث هو انت كنت فين يا حبيبي؟ طبعا جواك توتر واهلا بالمعارك، ومخك بيلف في 70 اتجاه. حد شافني ولا في روج على القميص ولا شعر على كتفي؟ ما مش معقول من الهوا كده بس بتسأل بالتون دي. يبقى 2-1 للستات. التنبؤ بالمشاكل.
الراجل بيسلسل الأحداث وتربطها مع شوية تحليل منطقي وتوافقها مع خبرات متداولة أو مكتسبة، تلاقيه حبة عيني فاكر إنه جاب التايهة وهو بس مخه ربط شوية حاجات ببعض يعني مش أكتر، لكن عنده قوة في التنبؤ بالمشاكل اللي لسه في السكة. تلاقيه بصلك وقالك انت هتخرجي بالفستان ده؟ هو عارف رايحين فين وهتقابلوا مين، واعمل حساب النظرات والكلمات اللي هتتقال على جنب أو من قدامه، فمتوقع البلاء قبل حدوثه. وتلاقيه طول القعدة يبرق لك ويشاور في الآخر يلا نمشي، وتقوم العركة بعد كده. هو عارف اللي هيحصل. الست بقى بتتنبئ بالقبل وبعد المشكلة، يعني هي لابسة الفستان ومتوقعة اللي هيقولوا قبل الخروجة واللي هيعملوه هم راجعين، والقادرة برضو بتخرج بالفستان. 3-1 للستات. باختصار الفرق بين الاتنين ان الست بتحس بشكل مسبق، لكن الراجل دايما بيجي في الاخر. بس في الاخر اللي هيصدق شكوكه هو اللي من الاساس ما كانش سالك. ودايما الشكاك والكذاب بيشوف الناس كلهم خاينين وكذابين. صوتنا كان للستات في قوة الحاسة السادسة. انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من اكتر الماتشات اسمها انجوي.